بيفتحوا القبر عشان يدفنوا واحد، اتفاجئوا ان القبر عبارة عن خلية نحل كبيرة ومليانة عسل، والقبر كله عبارة عن كتلة عسل. في قرية الكمايشة في مركز تلا جنب مننا في المنوفية، كان في شخص مات. القبر اللي هم يدفنوه فيه كان بقاله فترة كبيرة جدا منفتحش، محدش مات من العيلة دي واندفن فيه يمكن 10 سنين او اكتر من 10 سنين. فبالتالي قبل الدفن بكام ساعة بيفتحوا القبر ويجهزوه ويظبطوا فيه الرمل والبتاع، عشان خاطر وقت ما تيجي الجنازة يدخلوه على طول، واللي هيعمل اللحد يدفنه وما يتأذاش، لان الريحة الكريهة تكون طلعت لما يهووا القبر والكلام ده. والمفاجأة هنا كانت وقت ما جه يفتح القفل ولقى قدام منه خلية، فهو افتكر ان هي خلية واحدة وخلاص وهيشيلها ينقلها. لقى القبر كله عبارة عن منحل، عبارة عن عسل. بيقولك الكفن اللي كان مدفون قبل كده بيغرس فيه كده مليان عسل. الجدران بتاعة القبر كلها من جوه الأب واللي انتوا عارفينه ده كله مليان عسل. اكتر من 30 كيلو عسل خرجوا وتوزعوا على الغلابة. بيقولك عسل نقي جدا. الباب بتاع القبر مفيش فيه سرسوب هوا يخش. النحل ده دخل ازاي وعمل ازاي كل ده؟ ازاي الراجل ده لما مات بينه ايه وبين ربنا لما مات عشان خاطر يفتحوا يشوفوا المعجزة اللي هتبقى في قلب قبره ده؟ الريحة، ريحة المسك اللي لقوها في قلب المكان. اي قبر بتفتحه بتشم في قلبه ريحة كريهة، ريحة المسك اللي لقوها في قلب المكان. الله يرحمه ويرحم موتانا جميعا. حاجة ما تصدقش، حاجة ما تصدقش والله، حصلت اهي وياما بيحصل في الدنيا معجزات. لو اول مرة تشوفني اعمل اشتراك ولايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب بقى في الكومنتات رأيك في الموضوع ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.